انت متخيله انك ممكن تعملي احلى ميني بيتزا في الدنيا وكمان صحيه وطعمها خطير جدا جدا من الدقيق الاسمر الحبه الكامله؟ بجد طعمه يا جماعه ولا اروع من كده. وكمان النهارده عملت لكم العيش الصغنن البيتي باين برضو من الدقيق الاسمر. يا جماعه حاجه كده في منتهى الجمال وصحيه ومشبعه وتحفه جدا جدا. وهتقدري تعملي الكميه وتقعد معاكي في الفريزر اكتر من اسبوع، ومش هيفرول منك ولا هيتقطع ولا اي حاجه خالص ولا هينشف ولا اي حاجه. هنعمله بعجينه سحريه هتطلعه معاكي هش وخفيف وطري جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. وكمان الميني بيتزا هشه وطريه وطعمها خطير جدا جدا. بجد يا جماعه صحيه جدا من غير دقيق ابيض من غير اي حاجه خالص. ممكن تضر ولادنا ياكلوا منها براحتهم زي ما قلت لكم كده، صحيه وهتبقى خفيفه على المعده وطعمها خطير جدا. وكمان طبعا مناسبه جدا لاصحاب الدايت واللي عايزين بقى اكل صحي. يلا بسرعه نشوف الفيديو، انا واثقه انه هيعجبكم جدا. يلا بينا. لو بسيطة هتخليه يختمر معاكي بسرعة، وكمان يكون هش وخفيف زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. عندي كوباية من المية الدافية، وما ينفعش لبن، مش عايزين لبن ولا زبادي عشان نقلل السعرات. يبقى كوباية من المية الدافية عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او باكو يعني، وعليها معلقتين من العسل الاسود بقيمة معلقتين من السكر. كده كده هنحط سكر فهنحط بدلهم معلقتين عسل اسود، منها بقى تدينا اللون اللي احنا عايزينه، وهتخمر لك العجينة بتاعتك، وكمان قيمة غذائية حلوة جدا، وهتخلي لون العجينة بتاعتك اسمر بزيادة. بعد ما قلبتهم في الاول ودوبت العسل والخميره مع بعض كويس جدا، هنزل عليهم بكوبايه واحده من الدقيق. قلبتها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، العجينه لازم تكون سايله بالشكل ده. هغطيها بالستريتش راب وهسيبها كده 10 دقايق ربع ساعه كده في مكان دافي. هتبص تلاقيها اختمرت معاكي بالشكل ده. مش حابه تعملي الخطوه دي وتعجني على طول وتحطي كله على بعضه زي ما انت عايزه براحتك. احنا النهارده شغالين على كيلو دقيق. الكوبايه اللي احنا خدناها بتاعت الدقيق دي من داخل الكيلو نفسه. وده بصوا يا جماعه انا سبتها هنا كان نص ساعه. بصوا عملت ازاي، تعالوا كده اوريكم التخمير بتاعها هايل جدا جدا. طبعا الكميه زادت معايا زي ما انتم شايفين. في العجان هحط باقي كيلو الدقيق اللي كان موجود معايا، طبعا دي اسمر دي حبه كامله، هجيب من عند العطار عادي خالص. زي ما اتفقنا مش هنحط دقيق ابيض خالص النهارده. هنضيف عليه كده باكو من بيكنج باودر وحوالي معلقه صغيره من الملح. وهنزل بالعجينه بتاعتنا اللي احنا خمرناها في الاول بالشكل ده كله كده على بعضه في العجان. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه جدا وبجد يعني هتديكي نتيجه هايله جدا جدا في الاخر. هنزل كمان عليها بنص كوبايه من الميه الدافيه مبدئيا. وهناخد بقى الخليط بتاعنا ده كده على العجان او على ايدك واعجنيه كويس جدا جدا. ما تنسيش برضو معلقه صغيره من الخل. هتعجني فيه مش اقل من 10 دقايق او اكتر كمان. بصوا يا جماعه دي دوت ما فيهوش جلوتين او الجلوتين بتاعه بيكون قليل. فهنعجن فيه شويه علشان تلاقي فيه عرق. وانا بعجن حسيت ان العجينه بتاعتي محتاجه ميه، ضفت لها حوالي كوبايه الا ربع تاني من الميه. ضيفي ميه حسب العجينه بتاعتك. اهم حاجه انا عايزه في الاخر عجينه ملزقه كده وتسيب اثر كده في صوابعي زي ما انتم شايفين. عجينه ملزقه يا جماعه، مش عايزه عجينه تكون متماسكه او يعني ناعمه قوي، لا. انا عايزاها تكون ملزقه زي ما انت شايفه كده. في المرحله دي هضيف لها ربع كوبايه من الزيت. ده زيت نباتي عادي خالص. ضفت لها كده الزيت، هرجع تاني اعجنها تاني في العجان. هتبصي هتلاقيها بتقطع منك وهترجع تلم تاني. اهم حاجه تبصوا العجينه طريه جدا جدا مش بتلزق في ايدي دلوقتي، لان انا طبعا كنت حاطه زيت عليها في الاخر كده وانا بلمها. بصوا العجينه عملت عرق ازاي عشان عجناها وقت طويل قوي. دلوقتي بقى دهنت طبعا الطبق بتاعي ووش العجينه بتاعتي برضو بمسحه زيت كده بسيطه. وهغطيها بالاسترتش راب وهسيبها برضو على جنب علشان تختمر معايا. مش هتاخد وقت خالص، هتبص تلاقيها في تلت ساعه اختمرت معاكي وحجمها اتضاعف. علشان في الوقت ده هروح احضر الحشوه بتاعتي. عندي بقى هنا فلفل الوان احمر وابيض واصفر. عايزه تحطي حاجه ازيد من كده اقل من كده زي ما انت عايزه براحتك، وبرده الكميه ترجع ليكي. كمان هنا عندي حته بسطرمه كده ما كانتش كبيره قوي يعني، فحبيت ان انا اقصها بالمقص كده واضيفها للحشوه بتاعتي. مش حابه تحطي اي حاجه وتخليها بالخضار بس هتبقى حلوه جدا وجميله. هتضيفي بس الخضار شويه زيتون وهيبقى معاكي الطعم خطير. من الافكار المختلفه انك ممكن تجيبي صدر فرخه وتشوحيه زي الشاورما كده وتحطيه، او تشوحيه من غير اي خضار خالص. او سجق او بسطرمه زي ما احنا عملنا كده، او لحمه مفرومه بس تعصجيها. اي حشوه لازم تكون معاكي مستويه. ضفت الحشوه بتاعتي رشه ملح رشه فلفل اسود وكمان معلقتين من الزعتر. انا بحط الزعتر في الحشوه مش في العجينه. تمام كده. العجينه بتاعتي بعد ما اختمرت زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده، بقطعها كده على 4 قطع علشان اعرف اشكلها براحتي. كمان النهارده هنشكل ميني بيتزا بطريقه سهله وبسيطه مش هتهدر معاكي خالص، وكمان مش هتاخد معاكي وقت خالص وانت بتعمليها. قطعت العجينه بتاعتي، هجيب بقى الصاج بتاعي زي ما انتم شايفين كده، صاج 30 في 40 او اي مساحه، اي حجم زي ما انت عايزه براحتك. دهنته كده مسحه زيت، بحط كده فيه كوره من الكور اللي انا قطعتها، وبغطيها كده بالاسترتش او باي كيس بلاستيك عندي، وبركنه على جنب. هجيب بقى صاج تاني وبحط فيه كوره تانية
وهرسيها زعتر وانا بعجنها، علشان هعمل نصها عيش فينو او عيش بتيبان صغنن كده للسندوتشات، والباقي هنعمله بالميني بيتزا. تمام. ادي زي ما انتم شايفين اهو، طريقته سهله جدا جدا. بجيب القطع اهو زي ما انتم شايفين، ان قد البيضه، حجم البيضه كده، وبفردها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بشكل مستطيل. وبعد كده ببرمها على نفسها زي العيش الفينو بالظبط اللي احنا بنعمله. وتقفلي كويس جدا جدا في القفله بتاعته، وفي النهايه وفي البدايه وكل حاجه. وبتحطيه في الصينيه، وبينه وبين التاني كده مسافه، عشان طبعا لسه هيخمر معاكي وحجمه هيزيد. وكمان بتحطيه على القفله بتاعته. هركنه تاني يختمر معايا المره التانيه، على ما اكون عملت الميني بيتزا بتاعتي. الميني بيتزا طبعا العجينه لما ريحتها بتفرش معاكي بسرعه جدا جدا، مش بتكون معاكي شبه الاستيك كده وتتقطع وتجري وتروح معاكي في الصاج. هتفرد معاكي بسهوله جدا، ومش ترجع تاني زي ما انت شايفه بالشكل ده. بعد ما فردتها كده هجيب بقى شوكه، وهبدا ان انا اشكشكها كلها بالشكل ده مره واحده. يعني فردناها مره واحده وشكشكناها مره واحده. وكمان هجيب بقى كوبايه او غطا برطمان او اي حجم انت عايزاه. طبعا اي حجم تبقي انت حابه الميني بيتزا تكون بيه. وهبدا اضغط كده زي ما انتم شايفين، يعني جنب بعض كده عشان ما اسيبش مكان فاضي. وطبعا العجينه اللي فاضله دي، الزوايد دي، انا بلمها وبعجنها تاني وبفردها تاني. يعني عايزه اقول لك انت في اليوم ده هتطلعي كل الصواني والصاجات كلها الموجوده عندك في البيت، ما شاء الله بترمي معاكي كميه حلوه جدا. عندك بقى صلصه معلبه، صلصه جاهزه، كاتشب معمول في البيت معمول بره. الكاتشب ده انا عاملاه في البيت، فحطيت كده نقطه حلوه في كل واحده فيهم. وبدهنه زي ما انتم شايفين كده بالفرشه. عايزه اقول لكم الموضوع كان سهل جدا وسريع جدا جدا. دهنت كده الكاتشب بتاعي. هجيب بقى الخلطه بتاعتنا الحلوه، زي ما قلت لكم قلبناها كده كلها مع بعض في بوله واحده بالمعلقه كده، وبتحطي في كل واحده فيهم معلقه حلوه كده مليانه، او اكتر زي ما انت حابه براحتك. زي ما قلت لك في افكار كتيره جدا للحشوات، واختاري زي ما انت عايزه براحتك. ممكن تلمي بواقي التلاجة عندك، بواقي الجبن بتاعت الاسبوع كلها، بواقي لانشون، بواقي خضار، اي حاجه يا جماعه ينفع تعمليها في الميني بيتزا. بعد بقى ما حطيت الخضار بتاعنا، حطيت بقى كده شرايح من الزيتون. وكمان عندي هنا جبنه موتزاريلا، برده ما تكتريش يعني، حاجه بسيطه كده عشان تمسك لك الحشوه كلها كده لما تسيح كده جوه الفرن. هتمسك كل حاجه كده مع بعضها، ومش هتخلي الحشوه تقع من العجينه نفسها. في الوقت ده طبعا انا الفرن عندي سخنه على حراره عاليه جدا 240 او اعلى حراره عندك، والصاج بيكون في الرف الوسطاني. لازم الفرن تكون سخنه جدا قبل ما تدخلي فيها اي معجنات. دخلت بقى صاج البيتزا. وكمان عندي هنا الفينو اختمر معايا المره التانية، دهنت وشه كده برشه بسيطه كده، مسحه كده من اللبن. لبن على ميه على نسكافيه. عايزه تحطي ميه بس براحتك. انا عندي هنا شوفان كده سليم زي ما انتم شايفين كده، حطيته كده على الوش. ودخلتهم مع بعض هما الاتنين في الفرن. عايزه اقول لكم ان هما هياخدوا نفس الوقت تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه، وهيكونوا استووا هما الاتنين. بفرد معاكم باقي الكميه بتاعه البيتزا. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت كميه كبيره جدا، وحرفيا انا استخدمت كل الصواني اللي موجوده عندي. انا عملتها هنا في صينيه مدوره عشان اللي مش عنده صاج، يعني الموضوع سهل جدا. في صينيه مدوره عادي خالص اهو. فردت العجينه بتاعتي بسمك نص سنتي. وطبعا لازم يكون الصينيه بتاعتي مدهونه مسحه كده من الزيت علشان ما تلزقش فيها بعد السوا. بعد ما بتقطعيها بالكوبايه او بالغطا او باي حاجه، بترجعي تلمي الزوايد دي وبتفرديها تاني في صينيه تاني، وتطلع معاكي كميه خرافيه بجد والله يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله. عملت معاكي اهم حاجه برضو تديها كده شكشكه بالشوكه علشان ما تقبش معاكي وتبقى شبه العيش الكايزر. وزي ما انتم شايفين اهو بالكاتشب تاني. وبندهن بقى، انا بصوا بعد لكم الموضوع تاني عشان اللي ما خدش باله في المره. الكاتشب ده زي ما قلت لكم كنت عاملاه في البيت، وعايزه اقول لكم طعمه تحفه يا جماعه، زي الاصلي واحلى وانضف بكتير كمان. ان شاء الله كده في مره تانية هعمل لكم فيديو منفصل ليه. لو مش عندك الكاتشب، ممكن تعملي معلقتين صلصة معلبة عليها معلقتين مية، معلقة نص معلقة زعتر صغيرة، معلقة خل صغيرة، ورشة سكر، وتقلبيهم وتستخدميهم بديل لصلصة البيتزا. طبعا على ما كان في الفرن بيستوي معايا، كنت بحضر باقي الكميه، بطلع الصاج وبحط الصاج، بطلع الصينيه وبحط صينيه غيرها. العيش زي ما قلت لكم يا جماعه، الحاجه طول ما هي في الفرن بفتح كل 5 دقايق كده، وبدير الصينيه بتاعتي وبلفها وبغير مكانها، علشان اضمن ان كلها تستوي معايا بنفس السوا وبنفس اللون. ده طبعا العيش البتيبان او العيش الصغنن ده اللي احنا عملناه مع بعض، عيش السندوتشات الصغير. بعد ما طلع معايا من الفرن زي ما انتم شايفين بالشكل ده، اديته رشه كده من الميه، وغطيته كده بفوطه نظيفه، وسيبته كده على جنب عشان يرد معايا تاني ويطرى، ويبقى كده ايه، يعني طري كده وزي القطن زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه والله طعمه خطير جدا جدا، وريحته تحفه، وكمان مشبع جدا. شايفين هو فيه لبه، فيه يعني مشبع جدا، هو فيه الالياف كتيره جدا. ف يعني الرغيف منه مشبع قوي قوي. شايفين يا جماعه مش بيفرول ومش بيتقطع ولا اي حاجه، بيقعد معاكي بالاسبوع في الفريزر. بتطلعيه يفك كده وتستخدميه على طول.
وادي الميني بيتزا بتاعتنا الخطيره تحفه يا جماعه، ميني بيتزا صحيه بالدقيق الاسمر. شايفين يا جماعه الجبنه ومطه الجبنه وطعمتها، عايزه اقول لكم الولاد عجبتهم جدا جدا وما فرقوهاش عن البيتزا العاديه من كتر ما هي طعمها حلوه وعاديه جدا، هتتقبليها عادي خالص، ما فيهاش يعني حاجه غريبه ولا اي حاجه. اهم حاجه تحتفظي بيهم في التلاجة بعد ما يبردوا على طول في علبه تلاجة او في كيس نايلون، وتدخليها في التلاجة وتطلعيها كل يوم كده على يعني لانش بوكس على طول، هتبقى معاكي خطيره جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير، باي باي.